الفريق الجزائري في دور المجموعات. روعة روعة روعة، لعب فن وصنعة، فرجة متعة وشبعة، بهجة فرحة ودمعة، بعد العلامة الكاملة في النقاط، بعد 7 أهداف رائعة في الهجوم، وبعد هدف واحد فقط في الشباك، العلامة كاملة أيضا في الروح الجماعية، في النزعة الهجومية، في الرزانة وضبط النفس، وفي الاندفاع والاسترجاع لدرجة الإقناع والاستمتاع. جميل جدا أن نقول ذلك بأنفسنا، وجميل أكثر أن نسمع ذلك من غيرنا، لكن الأجمل أن نصل بالجمال إلى الكمال في الهدف والغاية من المنافسة، وهو اللقب الإفريقي لا غير. لا نريد فارق أهداف كبير في الدور 8 النهائي يرهقنا في الأدوار القادمة، نريد فوزا ثم تأهلا ثم تتويجا إن شاء الله، بعيدا عن الأرقام والحسابات. تسيير المقابلات في الأدوار التأهيلية المباشرة أهم من الفنيات والاستعراضات العقيمة التي قد تسقطنا في المستنقع البدني، عندها يتغير الاتجاه من الانتصار إلى الانكسار، إلى المطار وعودة 8 الصغار. لكن الفريق الجزائري إن شاء الله سيبقى في مجموعة 8 الكبار ليفوز باللقب الإفريقي في الرباط أداء ونتيجة وبالعلامة الكاملة. بالمناسبة تحية بعد الأوان للبطل وللفنان المدرب جمال بلماضي الذي عاد العلامة الكاملة للفريق الجزائري بعد 30 سنة من المعاناة. متابعة ممتعة، كأس إفريقيا للأمم، روعة روعة روعة، لعب فن وصنعة، فرجة متعة وخلعة مع الفريق الوطني ومع جاماتشو الرياضية. لا تنسونا بالإعجاب، الاشتراك في القناة، مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والمشاركة في التعليق بكل روح رياضية. كل عام وأنتم بخير.